اللون الذهبي الجامد ده للشيش طاووق مش هتاخديه غير بالتتبيله اللي انت هتشوفيها جوه الفيديو. تتبيلتي المميزه والسريه هقولها لكم. التتبيله دي تتبيله عبقريه بتطلع لون الشيش طاووق تحفه تحفه جدا. كمان بيكون جوسي وطري قوي. وهوريكم في الفيديو ازاي لما بتقطعي قطعه الشيش طاووق ازاي بتكون طريه معاكي. بصوا الجمال، تحفة جدا. تعالي هعرفك تتبيلتي السرية للشيش طاووق، بس ما تنسيش تعملي لايك وشير وكومنت وسيف للوصفة. واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة حبايبي، انا بحب الشيش طاووق يكون قطع من الورك، يعني اوراق مخلية ومتقطعة شيش طاووق. تمام، متقطعة قطع، يعني القطع تكون تخينة شوية مش رفيعة عشان تطلع جوسي كده وقمر. هنجيب بقى البولة اللي انا هتبل فيها، هحط فيها التوابل اللي هتظهر قدامكم على الشاشة. طبعا التوابل دي حسب الرغبة، ممكن تغيري فيها وممكن تزودي او تنقصي. انا دايما لما اجي اتبل فراخ او لحمة مش بحب ان انا املى المعلقه بتاعتي من التوابل، لا انا بحط ربع معلقه، نص معلقه، حاجات كده. تاني حاجه، خلطه الشيش طاووق دي ما تحطهاش كلها، بتحدق قوي الشيش طاووق. لا، خدي منها معلقتين صغيرين بس، هتعجبك جدا. هناخد منها اللون والطعم بس ما يبقاش طعمها يغطي على الدجاج بتاعنا. كمان هحط عصير ليمونه كامله وربع كوبايه زيت وربع كوبايه حليب. قلبي الكلام ده كله. انا قلبت الحاجات دي الاول، وبعد كده جبت ربع كوبايه حليب ضفتها. مفيش حليب حطي معلقتين كبار من الزبادي البلدي. قلبنا الكلام ده كله، ده الخليط بتاعي اللي انا بعتمده في الشيش طاووق. ننزل بقى قطع الشيش طاووق. عايزه اقول لكم مش محتاجه تتبل كتير، ساعه واحده كفايه وهنسوي الاكل بتاعنا على طول. انا هقلبه كده، اديله تقليبه حلوه واغطي عليه وادخله التلاجة لمده ساعه. بعد الساعه بقى نجهز عيدان الشيش طاووق ونجهز الخضار بتاعنا. كميه الخضار وانواع الخضار حسب ما انت عايزه. انا بحب جدا فلفل الالوان والفلفل الرومي والبصل. في ناس بتحب تحط طماطم او شيري توميتو، انا ولادي مش بيحبوها. فما بصي الخضار زي ما انت عايزه. هنحط كده كمان التشكيل بتاع الشيش طاووق مع الخضار زي ما انت عايزه برضو. تمام كده. انا بحط في كل عصايه 5 قطع من الشيش طاووق. تمام، يعني كأنك بتحطي مقدار ورك كامل. لو جبتي ورك كامل قطعيه على 5 قطع، لان انا بحب قطع الشيش طاووق تكون تخينه ومحمله وقطع كبيره، لان هي بتكش شويه مع التسويه. في نفس الوقت لما تيجي تاكليه تلاقيه من جوه القلب بتاعه طري وجوسي جدا، وبيكون شارب من التتبيله ومستوي حلو قوي. يلا عشان ما اطولش عليكم، المهم هنعمل الشيش طاووق كله في العيدان بتاعتنا. طريقة التسوية، اما تعمليه على شواية على جريل على البوتاجاز من فوق، او شواية كهرباء، او في الميكرويف، او تعمليه زي بقى ما انا بعمل. بصي بقى التركة بتاعتي، انا بشغل فرن البوتاجاز يسخن كويس جدا. لو الشواية بتشتغل مع فرن البوتاجاز يبقى هشغل الشوايه مع فرن البوتاجاز. لو بتشتغل الشوايه لوحدها يبقى انا هطفي الفرن، اسخن الفرن بس واطفي الفرن من تحت واشغل الشوايه. هرص الشيش طاووق كده على الشبكه بالشكل ده، وتحتيه في صينيه. الصينيه دي انا حطيت فيها باقي التتبيله، خلي بالكم. وشغلت الشوايه، وتحت الشوايه اول ما تاخد لون ذهبي بقلب على الناحيه التانية. تاخد لون ذهبي اروح قلب على الحته التانية. المهم ايه، يبقى قطع الشيش طاووق كلها استوت وخدت لون حلو، وفي نفس الوقت ما نزلتش كل الدهون اللي فيها. ودي تركه مميزه جدا محدش هيقولك عليها غير عندي انا. ان انت لما تيجي تسوي الفراخ بتاعتك او الشيش طاووق ما تنشفيهاش قوي في الفرن، خليها تاخد اللون وفي نفس الوقت القلب بتاعها يكون طري وشارب من التتبيله. ده اللي بيخليها تطلع جوسي وخطيره. بس قدميها بقى، قدميها مع رز بسمتي مع اللي انت عايزاه. المهم خلي بالك من التتبيله وطريقه التسويه.